السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم اعزائي المتابعين. برحب فيكم بقناتي على اليوتيوب. رجعت لكم بعد غياب واعتذر جدا بسبب وضعي الصحي. اليوم ان شاء الله رح نقدم طريقة عمل المخلل الثاني بقناتي. العام الماضي نزلت لكم طريقة، وهلا الطريقة الثانية يلي انتظرتوها. ان شاء الله وصفي ناجحة وعيارات مزبوطة. بداية اسمعوا معي قرشة المخلل وكيف نحافظ عليها لاخر حبة. تسمعين معي القرشة رائعة، خطوات كتير سهلة وبسيطة بتمنى تلتزموا فيها. بداية رح أحكي عن المطربانات يلي رح نخزن فيها أو نكبس فيها المخلل، إما بلاستيك استعمال لمرة واحدة، أو الأزاز العادي أو المضغوط. ما في أي مشكلة لأي وعاء نحن رح نكبس فيه المخلل. لكن إذا استخدمنا الأزاز لازم نعقمه. كيف؟ نحط مي على الغاز بطنجرة، وبنحط المطربان بس غلت المي لمدة دقيقتين يغلي، وآخر شي بننزل الأغطية بس كم ثانية كرمال تتعقم. برفع المطربان وبحطه على قماشة ينشف لوحده بدون ما أدقره أو نشفه بأي قماش تاني. هلأ بالنسبة لللفت، أنا عندي هون 2 كيلو، قشرتن وقطعتن، تركت وحدة لجوفكن إياها. خطوة كتير مهمة كمان لتحافظوا على قرشة المخلل، يمكن كتير ناس ما بتنتبه لها. لازم يكون حجم قطعة المخلل سميك كرمال ما تهتري، كرمال تضلها متماسكة ومحافظة على قرشتها. هلا إذا كنتوا حابين تعملوا دفعة كتير سريعة بترفعوهم شوي مثل أصابع البطاطا، لكن ما بدوموا عنكم فترة طويلة، يعني ماكسيموم شهر. نحنا بدنا ياهن يدوموا لفترة أكتر من 6 شهور. بتعملون سمك بهذا الشكل. كمان رح نحتاج لحبتين من الشوندر الأحمر قطعتهم. وهلأ بدنا نعمل المحلول يلي رح نكبس فيه المخلل. عندي ماء معقم مغلي ومبرد مسبقا. رح نحتاج كمان لملح صخري، وكمان لخل إما تفاح أو خل أبيض، وأنا بفضل خل الأبيض. رح نحتاج قليل من السكر، وإذا بتحبوا تحطوا فليفلة هيك فيها عرق حدودية بتعطيها نكهة كتير طيبة لمرقة المخلل. هلأ أنا حطيت 6 أكواب بكوب المقاس من المي المغلية والمبردة مسبقا. راح أحط لكل كوب مي ملعقة طعام كبيرة من الملح، صخري أو بحري. هلا الوصفة القديمة أنا كنت عم حط الملح بدون عيار، يعني ضيفه وحرك ودوق. كمان هاي طريقة صحيحة، لكن في ناس طلبوا مني إن ياريتها تكون بعيارات دقيقة أكتر لنقدر نجربها. هلا بعد ما حطينا الملح رح أحط لكل كوب مي ملعقة ونص طعام من الخل. رح أحط 9 ملاعق طعام مليانة خل أبيض ل6 أكواب مي. تمام. رح أحط كمان ملعقة طعام كبيرة من السكر مشان تساعد على عملية التخليل. بنحركهم لحتى يدوبوا كتير منيح الملحات والسكر مع المي. هلا ممكن تستغنوا عن معلقة السكر اللي ضفتها مع اللفت، لأن اللفت بيحتوي على سكريات فبتساعد تلقائيا على عملية التخليل، لكن ما فينا نستغني عنه بأنواع المخللات التانية. تمام. بعد ما خلصت تحريك المحلول رح أوزع هلا كمية من اللفت بالمطربانات اللي حضرتهم. استعملت أنا البلاستيك، حطيت قطعة فلفل أخضر حار بكل واحد، ووزعت كمان بضع من حبات الشوندر الأحمر، وبكمل تعبية المطربان. هذا مطربان أبو الكيلو بنقله. إذا عندي كيلو بكل مطربان من اللفت. بوزع باقي حبة الشوندر مشان يوصل اللون لكل المطربان. بنوزع هلأ المي يلي حضرتها، وإذا نقصت برجع بزودها، ما في أي مشكلة. بنفس المقادير لكل كوب مي مغلية مسبقا ومبردة ملعقة طعام من الملح وملعقة طعام ونص من الخل. ما بعبي المطربان للأخير، بخليه ناقص أصبع حتى وقتها بدي سكر عليه واتركه لحتى يصير ما تطلع المي وتصير تكب برا القطرميز وينقص وتتشكل عندي طبقة عفونة. هلا انا مشان ما يوصل اي هوا سكر المسامات كلياتها راح احط اكياس بلاستيك نظيفة معقمة
هاي مخصصة للأكل، بحطها تحت كل غطاء وبقفلها كتير منيح. وبس هذا هو المخلل، بس بدي أعمل له عملية تحريك وهو بقلب المطربان. رح أخزنه بمكان مظلم لمدة 10 أيام بالبداية، بعدين رح أنقله على مكان بارد. يفضل ينحط بالبراد إذا في مجال، تاخدوا نتيجة أفضل وبيدوم عنكم لفترة طويلة هو عم يقرش. لكن إذا ما في مجال بالبراد تحطوه بغرفة مبردة بعيدة عن الإضاءة وأيضا أشعة الشمس، كرمال ما ياخد استواء المخلل ويفقد قرشته. هذا المخلل عندي صار جاهز بعد 10 أيام. فتحت المطربان، مثل ما شايفين المي صافية ما عليها أي مادة بيضة أو تعفن. المخلل عم يقرش وأخد لون وزيادة. طبعا أنا صرت عاملة 2-3 مخلل وخلصوا، وهلا رح تنزلت لكم الوصفة. بعتذر بسبب ضغط الوصفات. وصفة دقيقة وناجحة وعيارات مزبوطة، بتمنى تلتزموا فيها وتجربوها. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، شير مع أصدقائكم، واشتركوا بقناتي حتى يوصلكم إشعار بكل وصفة تنزل بالقناة. انتظروني بالفيديوهات القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.